الطلبة اللي بتدرس في روسيا أو حتى لسه بيفكروا إن هم ييجوا روسيا 90% منهم اتنصب عليهم، وال10% التانيين ما اتنصبش عليهم بس اتلسعوا، وكل واحد مننا ليه حكاية مع الوسيط، بس الموضوع مش غلطهم لوحدهم، هم نصابين بس إحنا كمان شاركنا في الجريمة، والكلام ده أنا هاقوله لك وأنت غالبًا هتسمعه لأول مرة. السلام عليكم، أنا اسمي أحمد، اتخرجت من كلية الطب سنة 2025، حاصل على تصريح مزاولة المهنة، ودلوقتي باعمل تخصص باطنة جهاز هضمي بمنحة من الحكومة الروسية. أنا عِشت في روسيا 6 سنين، شُفت ناس بتغفّل وشُفت ناس بتتغفّل، وشُفت ناس دفعت فلوس لو كانوا جمّعوها كانوا دفعوا مرتّب زيزو بدل ما كان ساب الزمالك. أنا شخصيًا ما اتنصبش عليّا، على الأقل من وسيط، ولكن اتنصب عليّا في حاجات تانية غالبًا هابقى أحكيها لكم في فيديوهات تانية إن شاء الله. ليه؟ عشان أنا كنت باخاف وعشان كنت باحاول أدوّر قبل ما أعمل أي خطوة. أول ما ابتديت أقدّم على روسيا ابتدت تطلع لي الصفحات بتاعة تعالَ قدّم معانا ودول طلبة واستقبلناهم في المطار الreels اللي على الإنستجرام اللي أنتم بتشوفوها دي. فلمّا كلّمت ناس فيهم قالوا لي: "هتدّينا شهادة الثانوية العامة بتاعتك والباسبور وتدّينا $2000 وإحنا هنقدّم لك في الجامعة وهنجيب لك القبول وهنستقبلك في المطار." وطلبيزات بلياردو وبينج. فأنا قُلت طَب ما أدوّر وأشوف إيه الدنيا. كلّمت جامعات ما ردّوش عليّا، وكلّمت جامعات قالوا لي لازم تروح تكلّم وسيط، سواء مكتب بقى سواء حد بيشتغل معاهم، وده برضه جزء من فساد بعض الجامعات في روسيا إن هم بينصّصوا مع الوسيط ده. وكلّمت جامعات وردّوا عليّا عادي، قالوا لي ابعت لنا الورق الفلاني، ابعت لنا شهادة الدرجات، ترجمها، اعمل كذا، اعمل كذا، ومشيت معاهم في الخطوات وخدت قبول من جامعة، وبعدين رُحت عملت الفيزا، وبعدين لسببٍ ما قدرتش أسافر للجامعة دي، رُحت لغيت الفيزا وقدّمت على جامعة تانية وخدت منها قبول وخدت منها الفيزا، وهُم استقبلوني في المطار وخدوني حتى بعربية من المطار في موسكو لحد المدينة اللي أنا كنت بادرس فيها، وما دفعونيش أي حاجة. ففي بعض الجامعات في روسيا وحشة، في بعض الجامعات فيها فساد، بس في بعض الجامعات شغالة يعني ومش قليلين، في جامعات كتير بتعمل كده. أنت بس محتاج إنك تدوّر كويس عشان تلاقي حد يساعدك، وما تستسهلش الأمر إن حد بس ياخد منك فلوس ويعمل لك الخدمة اللي أنت عاوز تأدّيها. طيب يالّا نتعرّف على أنواع الوسيط. النوع الأول أنا باسميه المحترم بس غالي بطريقة مش محترمة. ده هيقول لك أنا هاجيب لك التقديم وهاستقبلك في المطار وهاحطك في السكن وهاخد منك $1500. هو ما بيكدبش، هو فعلًا هيعمل الحاجات دي وهياخد ال$1500. طيب أنا إيه مشكلتي معاه؟ مشكلتي معاه إن هو بياخد فلوس كتير على شغل قليل أوي، أوي، أوي. زي ما أنا شرحت أنت الموضوع ما بياخدش منك أكتر من شوية إيميلات، وأنت أصلًا مش محتاج تكون في الجامعة عشان تجيب القبول أو تعمل كل الإجراءات اللي هو بيعملها لك دي. فليه ياخد $1500 على حاجة هو أصلًا بيقضّي فيها 10 دقايق أو 15 دقيقة؟ كمان عندنا في الفقه حاجة اسمها شروط الصحة. يعني مثلًا شروط صحة الصلاة إن يكون الوقت دخل وإنك تكون طاهر، فما ينفعش تصلّي وأنت مش متوضّي. لو صلّيت عصر بخشوع يا سيدي وأنت مش متوضّي دي مش صلاة، ما دخلتش أصلًا حيّز الصلاة، لازم تكون عندك حاجات عشان تصلّي. كمان من شروط صحة البيع ألا يكون به جهالة أو غرر. يعني لازم الشخص اللي بيدفع لك الفلوس ده يكون عارف أنت هتقدّم له إيه. يعني أنا لمّا باروح أشتري كيلو طماطم، أنا عارف أنا هاشتري طماطم ما يوازي كيلو، فأنا عارف أنا باشتري إيه وعارف أنا بادفع فلوسي بإيه. بس أنا أعتقد لو أنت رُحت قُلت لشخص أنا بس هابعت إيميلين للجامعة أو هانزل للجامعة مرّة أو مرّتين وهاخد $1500، ما أعتقدش إنه هيوافق إن هو يدفع $1500 في القيمة دي. فأنت يا إما بيع ليه على جهالة، بتقول له إن أنا هاعمل حاجات أنت مش فاهمها، بس ادّيني الفلوس وأنا هاضبّط لك الدنيا، أو بتقول له أنا هاعمل حاجات كتيرة أوي عشان تستاهل الفلوس اللي أنت بتدّيها لي دي، وفي الحالتين ما أعرفش. النوع التاني وده اسمه الشبح. الشبح ده بيعمل نفس الحاجات ولكن ما بيقدّملكش، هو بياخد الفلوس وفي الأغلب ساعات كمان بيقول لك هات أدفع لك فلوس الجامعة، وبياخد دول ويحطّهم في جيبه وبعدين last seen من أسبوع، ما بتشوفوش تاني. في مرّة وأنا في سنة أولى كان في واحد يعني جاري في السكن، كان من دولة عربية شقيقة مش هنقول اسمها، فيها الرجاء والوداد بيلعبوا كورة. فالشخص ده عمل إيه، كنا في COVID ساعتها، عمل جروب وجاب الناس وحطّهم في جروب أونلاين وبقى بينزّل لهم assignments وبينزّل لهم واجب وبينزّل لهم محاضرات على أساس إن هم مسجّلين في الجامعة، وهم بس كانوا مسجّلين معاه في الجروب بتاع الSkype، وخَد منهم فلوس الجامعة وخَد منهم فلوس التقديم ولَم له بتاع 30، 40 ألف دولار وبعد كده ما حدّش سمع عنّه تاني لحد دلوقتي. النوع التالت ده اليوتيوبرز دول بيعملوا فيديوهات يقول لك تعالَ أنا هاشرح لك إيه أحسن الجامعات في روسيا، أو تعالَ أنا هاشرح لك مصاريف الدراسة في روسيا أو أيًا كان. فبيدّيك معلومة قيّمة، معلومة مفيدة، ولكن في الآخر بيقول لك رقمي في الdescription أو الإنستجرام بتاعي في الdescription وكلّمني لو أنت عاوز تقدّم في روسيا. فده بيعمل إيه، ده بيعمل لك مصيدة، بيجيبك بمعلومة وبعدين بيقول لك لأ بس إيه الموضوع صعب، أو تعالَ أنا هاقدّم لك، التقديم من خلالنا مضمون، تعالَ ادّيني ال$1500 أو ال2000 وأنا هاقدّم لك. وده كمان بيبقى حلاوته إيه، إنّك شايفه فأنت ضامنه، لإن أنت
عارف إن هو عنده يوتيوب وعارف إن في ناس بتتابعه وفي ناس شايفاه، فأنت بتروح تدفع وأنت متطمن إن هو هيدّي لك، وده بيكون زي النوع الأول ما بيكدبش عليك، بيقدّم لك ويجيب لك القبول وبيصوّرك وبيقول لك هننزّلك على الصفحة وده طالب معانا اتقبل ومش عارف إيه والحاجات دي كلّها، ولكن برضه أنت دفعت الفلوس دي في إيه؟ فأنت خلّي بالك، ما حدّش هيدّيك حاجة ببلاش، ما حدّش هيقول لك معلومة بس عشان هو بيحبك. طيب إحنا ليه بنصدّقهم؟ لإن إحنا مُخّنا مش شغّال كويس، مُخّنا ما بيساعدناش، مُخّنا عاوزنا نsurvive نعيش بس، مش إن إحنا نبقى أذكياء أو ناخد قرارات أحسن. أهم حاجة عند مُخّنا إن إحنا ما نموتش، فبيعمل حاجات وبيعمل فينا حركات عشان ما نموتش، ولكن ده بيكون على حساب حاجات تانية ممكن تأذينا، هي مش هتموتنا بس هتأذينا. أول حاجة هو انحياز السُلطة، أنت بتشوف شخص فاتح كاميرا وقاعد قدّام اليوتيوب وبيتكلم بثقة زي كده، وبتقول أكيد الشخص ده فاهم، أكيد الشخص ده عارف، أكيد الشخص ده لو لابس بدلة وعنده account إنستجرام وكاتب جنبه official فأكيد ده حد مهم، فأنت مخّك بيوهمك إن الشخص ده مصدر ثقة، الشخص ده هيساعدك، الشخص ده شكله فاهم، الشخص ده عنده كومنتات على الإنستجرام، الشخص ده عنده لايكات، الشخص ده شكله فاهم فأنا هاروح وأخلّيه يساعدني. السبب التاني هو فرق المعلومات أو ما يُعرف في الpsychology باسم information asymmetry، هو عارف وأنت مش عارف، هو بيعرف يتكلم روسي شوية، على فكرة أنا قابلت ناس كتير منهم ما بيعرفوش يتكلموا روسي حتى، وأنت ما بتعرفش، هو قدّم لناس، هو مشي في الخطوات دي قبل كده وأنت ما مشيتش، فأكيد هو عارف وأنت مش عارف، بس أنت مش عارف إيه الفرق ما بينكم، لإن أنت لو أنت جاهل مش جاهل يعني شتيمة، لو أنت جاهل بالمعلومة، فأنت مش عارف الوقت هياخد منّك قد إيه أو المجهود هياخد منّك قد إيه عشان تعرف المعلومة، فأنت فاكر إن دي خبرة السنين، فاكر إن الراجل ده اتعلّم الحاجات دي بعد ما اتضحك عليه وراح وجه وطلع ونزل، ولكن المعلومة بسيطة بإنّك تشوف فيديو زي ده أو إنّك تخُش تتفرّج على النت أو تخُش تكلّم الجامعة مباشرةً وما فيش فرق كبير في المعلومات، ولكن تاني جهلك بالمعلومة بيخلّيك فاكر إن في فرق كبير في المعلومات، وفي الحقيقة ما فيش فرق كبير في المعلومات. تالت سبب هو اسمه الsunk cost fallacy وده بما معناه إن أنا دفعت شوية فخلّيني أكمّل للآخر. يعني أول حاجة بيعملها الوسيط ده إن هو بيقول لك ادفع $100 عشان آخُد منّك الورق وهتدفع لي 500 قبل ما تسافر و500 وأنا باستلمك و500 لمّا تتسجّل في الجامعة. فأنت لو دفعت أول 100 دي، وبعدين مثلًا شكّيت أو جالك معلومة جديدة هتقول إيه، أنا كده دفعت، فأنا مش عاوز أضيّع عليّا الفلوس اللي أنا دفعتها، فخلّيني بقى أكمّل للآخر، فبتفضل تدفع 500 في 500 في 500 وتلاقي نفْسك دفعت مبلغ كبير في الآخر. مُخّنا تاني بيخدعنا إن إحنا ما دام مشينا في الطريق لازم نكمّله للآخر، دي ساعات بتبقى مفيدة ولكن لازم نبقى عارفين إيه قيمة التكملة وإيه قيمة الانسحاب. إيه قيمة التكملة في موضوع أو في حاجة ما تستحقش إن إحنا نكمّل فيها وإحنا نبقى عارفين إن هي ما تستحقش إن إحنا نكمّل فيها، ولكن بس مكمّلين لإننا بدأناها. أنا مش شيخ ولا أنا مفتي ولا أنا أحسن واحد يدّي نصيحة في الموضوع ده، ولكن الموضوع واضح. أنت بتاخد فلوس على حاجة أكتر من اللي بتعملها، أو أنت بتنصب على الناس من بابه، أو أنت بتخدع الناس إنك بتفيدهم وأنت أصلًا عاوزهم يكونوا وسيلة إنك تحقق ربح، دي حاجة مش لطيفة، دي حاجة مش كويسة على ضميرك، دي حاجة مش كويسة على رزقك فيما بعد، فخلِّ بالك، وأنت برضه الشخص اللي بيستقبل الحاجات دي أو الشخص اللي بيتنصب عليه، أنت بس مش مفعول به، أنت عندك مُخ وعندك إرادة إنك تفكّر وتختار قرارات صحيحة لنفسك. ما فيش حد هيخاف على مستقبلك قدّك أنت، لو شُفت حد بيخوّفك اهرب، لو مش فاهم اسأل. ولو حد بيحاول إن هو يبيع لك الوهم أو أي حاجة بانت إنها سهلة زيادة عن اللزوم، اعرف إن الشخص ده بيبيع لك الوهم، خصوصًا لو الشخص ده هيحقق من وراك ربح مادي. أنا لسه عامل فيديو قريب عن المنحة الروسية تقدر تتفرج عليه من هنا، اعملوا subscribe ولايك وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله، سلام عليكم.